ليه تشتريه من بره وانت ب10 جنيه بس هتقدري ان انت تعملي 15 واحد. اه والله 15 قطعة فينو ب10 جنيه، بس ب10 جنيه فقط يا ناس. خليكم معايا لاخر الفيديو، بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تصلوا على النبي في التعليقات. يلا بينا نبدا. اول حاجه انا جبت معلقه كبيره من الخميره، عليها نص كوبايه من الميه، عليها ربع معلقه من العسل او ممكن تحطي سكر، وتبتدي ان انت تركنيها على جنب لحد ما تخمر. ويلا بينا نبدأ في الحاجات التانية اللي احنا هنعملها، اللي هو الدقيق. هبتدي كده، الطريقة دي حلوة جدا جدا. هبتدي ان انا انزل ب4 كوبايات من الدقيق، اللي هو بمعايير نص كيلو ب10 جنيه دقيق. وبعد كده هبتدي انزل بنص كوباية من السكر، وعليهم معلقة من بيكنج باودر او كيك شيف. وبعد كده هنزل بربع معلقة من الملح، وهبتدي اديهم تقليبة كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبعد كده هجيب الخميرة بتاعتنا وهنزل بيها زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، هي اختمرت. انا عايزاها تكون كده. وهبتدي انا هزود عندي نص كوباية من اللبن. ده نص كوباية، نص مج من اللي انتي هتحطي بيه الدقيق. طبعا عايزة تستغني عن اللبن ممكن تحطي مية، مفيش اي حاجة. وهبتدي في العجن بالشكل ده. وبعد كده هبتدي اجيب كوباية الا ربع من المية تكون دافية. تروحي حاطه، تقدري ان انت تحطي فيها صباعك، ما تكونش سخنه قوي. وهبتدي في التقليب زي ما انتم شايفين. وبعد كده هروح نازله بقى بالرخامه، في الرخامه ولا ايه، بالشكل اللي انتم شايفينه ده. انا بحب اعجن على الرخامه، بتبقى يعني جميله ومريحه جدا جدا. هبتدي بقى اروح نازله بحوالي معلقتين كبار من الزيت وانا بعجن بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وهتبتدي ان انت تعجنيها لحد ما تبقى معاكي بالقوام ده. انا عايزاها تكون العجينه يعني بصي حلوه كده، وتكون بتشد معاكي. هي دي العجينه اللي انا عاوزاها. هبتدي بقى ان انا اجيب اي حاجه عندي واروح حاطه فيها نقطه زيت، وهبتدي اسيبها على جنب تخمر. بس اهم حاجه يكون في مكان دافي. هتبتدي تحط عليها كيس وتروحي حاطه عليها فوطه بالشكل دون. وهتبتدي ان انت تركنيها لحد ما تاخد راحتها خالص في التخمير بتاعها. ممكن تاخد معاكي نص ساعة او اكتر كمان. بتسيبيها على راحتها خالص، ما تكونيش مستعجلة عليها لحد ما تلاقيها خمرت حلوة قوي. وبصي تلاقي الطبق معاكي بقى مليان بسم الله ما شاء الله. تبقى هي كده معاكي العجينة ماشية معاكي تمام. وهبتدي ان انا اروح مديها كده ايه، تقليبة، يعني زي هي فسيها كده زي الكورة زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي ان انا اديها عجنة واحدة وهبرمها بالشكل ده. وهروح اسماها نصين، هخلي نص جنبي والنص التاني اللي هشتغل بيه زي ما انتم شايفين. بس النص يعني النص ده والنص التاني هبتدي ان انا ابرمهم اكتر واطولهم اكتر. بس اول حاجة هجيب كده كيس، او هتجيبي اي حاجة عندك، ده كيس انا اسماه او ستريتش، وتروحي عشان نحط عليه العجينة عشان العجين ما يلزقش معاكي خالص. بتبتدي ان انت بقى تقطعيها كور صغيرة خالص. يعني انت ممكن تقطعي كمان كور اصغر من كده. انا عايزه اعرفكم ان ان صباع الفينو كان بجد كبير، ما كانش صغير، وكان جميل جدا جدا جدا. وهتحبوها الوصفه دي قوي قوي، وسهله وبسيطه. مش هتاخد في ايدك 10 دقايق بس، يعني 5 دقايق في العجن و5 دقايق في ان انت تلفي الكوره بالشكل ده. هتبتدي تلفيهم كلهم بالشكل ده، كور كلهم. وبسم الله ما شاء الله هتلاقيها قبت معاكي فوق ما تتخيلي. خليكي معانا لحد يعني خليكي معانا لاخر الفيديو. بس اهم حاجه كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو يا ريت ما تنسوش تحطوا لنا تعليق وتقولوا رايكم في الوصفه، بس مش هتخسروا حاجه لما تقولوا رايكم. عايزه اعرفكم ان الوصفه دي جميله قوي قوي. انا بقيت اعملها كل يومين لولادي. وطبعا بروح حطاها في الفريزر، لو فات حاجه بروح حطاها في الفريزر. وبعد كده بتروحي مسخناها في الفرن عادي، بتطلع معاكي طازه كانك لسه جايباها من الفرن. خلاص كده انا خلصت الكميه كلها. وهبتدي ان انا اسيبها 5 دقايق برضو، وهبتدي اغطيها برضو بالشكل ده. وهروح جاي راجعه لها تاني. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله. زي ما انتم شايفين الواحده اساسا احنا كنا قاطعينها قد ايه وهي بقت قد ايه. هنبتدي بقى ناخدها نكورها بالشكل ده، وهشتغل على هذا الاساس.
هتبتدي ان انت ممكن تعملي بايدك، او لو انت ما عندكش نشابة اشتغلي بايدك، هي حلوة برضو مش هتتعبك خالص، بس بالنشابة اسرع يعني. فهتبتدي ان انت تعملي كده، ان انت تلفيه زي الصباع، بس اهم حاجة ان انت تعملي الحركة اللي انا بعملها بصباعي دي، تدوسي عليها كده عشان خاطر ما يتفكش معاكي وهو في الفرن. عايزه اعرفك ان الفينو بيتفك بسرعة جدا وانتي حطاه في الفرن، لو ما قفلتهوش كويس من كل النواحي، يعني من الجنب ده ومن الجنب ده ومن الحتت كلها، لازم تقفليه بالشكل ده. وانا بعمل وببرم، يعني عملتها حوالي 3 مرات او 4 مرات علشان خاطر الصباع يبقى ماسك. انا عايزاه يكون بالشكل ده. وهتبتدي تجيبي صينيه عندك تكوني دهناها حاجه من الزيت، حاجه بسيطه جدا، او من السمنه، وهتبتدي تجيبي كل واحدة ورا التانية وهتعمليها بالشكل دون، هتطلع معاكي جميلة جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده، احنا كده خلاص يعني بنخلص الكمية كلها. هخلص بقى الكمية كلها وبعد كده ارجع لكم تاني. وبعد كده بصوا هقول لكم على حاجة حلوة قوي قوي، هي اللي هتخلي الفينو معاكم طري من اول ما تدخل الفرن وتطلعيه من الفرن. هقولك على حاجة جميلة قوي. زي ما انتم شايفين احنا كده خلصنا الكمية بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بحط 4، ممكن تحطي اكتر. هبتدي بقى ان انا اجيب ربع كوباية من اللبن وعليها معلقة من السكر زي ما انتوا شايفين، ويدوبت عليها نقطتين من الزيت. هتبتدي ان انت تدهنيه بالشكل ده وهتدخليه الفرن على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت. وبعد كده اول ما يطلع يكون معاكي بالشكل شايفاه ناشف ازاي، هتبتدي ان انت تروحي نازله عليه باللبن، تروحي نازله دهنه كده باللبن، دهنه والتانية والتالتة، وخلاص كده خلصنا الكميه كلها. بسم الله ما شاء الله، تحفه من جوه وهاش جدا، وبألف هنا على قلبكم. وده كله ب10 جنيه فقط. اهم حاجه تنسيش اللايك والتعليق وتقولوا رايكم في الكومنتات. ولو مشتركتوش معانا في الصفحة، يا ريت يا ريت بجد بجد تشتركوا معانا. انا بعمل وصفات على قد الايد، يا رب الفيديو يكون عجبكم وبقية الفيديوهات تعجبكم. وشوفوا حابين نعمل ايه تاني، او حابين الوصفة بتاعت الفينو تاني نعملها، انا هعملها على طول وهنزلها برضو، وكل مرة هتلاقوني نشرتها لكم. ويلا بقى، سلام.